السبب ان اللبن بيبقى ضعيف اول ما الواحده بتولد ان احنا مستعجلين وما عندناش صبر شويه. موضوع الرضاعه الطبيعي بالذات في اول ولاده بيبقى صعب، محتاج من الام صبر ومن الناس اللي حواليكي صبر ودعم. هو اسمها رضاعه طبيعي، ان ده الطبيعي اصلا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنزود السكين تو سكين كونتاكت، يعني انت هتزودي انك تحطي البيبي على صدرك. احنا الحمد لله الجو حر، فممكن ان انت تحطي البيبي على صدرك بلبس خفيف، او حتى في الشتاء يعني بره بيعملوا ازاي، بيحطوا البيبي جوه الهدوم. ده السكين تو سكين، ده اول حاجه بتستفز الغده النخاميه ان تفرز هرمون اللبن. الحاجه التانية حركه المص بتاعت البيبي، يعني حطي البيبي على صدرك كتير، حطيه كل شويه، كل ساعتين، كل ساعه، دي من الحاجات اللي بتزود اللبن. الحاجه الثالثه ان انت تبقي قاعده مستريحه. احنا تملي الست بتبقى قاعده محنيه لقدام ومتكوره ووالده قيصري مش عارفه ترضع، لا جيبي حطي مخدات حواليكي، مخدات تحت ايديكي، اقعدي كرسي لورا ظهرك مستريح، ما تبقيش محنيه لقدام، لان انا لو تعبانه جسمي هيرفض انه يرضع، لازم تقعدي كويس. فتقعدي كويس وتظبطي قعدتك في مخدات رضاعه، حد يناولك بعد كده البيبي، وبعد كده تبتدي تجربي انك ترضعي. ده كده بالنسبه للوضعيه. بالنسبه للبيبي، هو انسان عادي ممكن يتعصب ان هو جعان، فما تستنيش على البيبي ان هو يبقى متعصب جدا وبعد كده تبتدي تحطي له صدرك في بقه يعني عشان يرضع، مش هيرضع. اول ما يبتدي تحسي ان البيبي جعان يعني مش لازم يتعصب علشان تحطيه على صدرك. لو انت دخلتي رضاعه صناعي هنبتدي نسحبها واحده واحده. ما ينفعش ان انت بترضعي رضاعه صناعي كامله ان انت فجاه تقولي له لا هو ده اللي هتاكله. ما يعني حطي برضو ان ممكن يقول لك لا مش عايز ده، يعني دي حاجه صعبه هو مش عايزها خلاص. بعد كده بقى في التغذيه بتاعتك هنفكر كده اللبن ده بيتكون من ايه. هو اللبن ده عباره عن ميه وكالسيوم وبروتين. الميه يبقى انت لازم تشربي سوائل كتير، يعني ما ينفعش في الحر اللي احنا فيه ده وتبقي مش بتشربي كويس. لازم نشرب قد ايه؟ اكتر من 3 لتر، يعني ممكن تشربي لحد 4-5 لتر ميه وعصير وسوائل. العصاير ما تبقاش العصاير المعلبات، لان دي عباره عن ميه بسكر من غير فيتامينات، لا تبقى عصاير طبيعيه. لو احنا مش قادرين نعصر يا ستي جيبي من المحلات اللي هي بتاعه العصير. الحاجه ده بالنسبه للسوائل. الكالسيوم هشرب لبن، هاكل جبنه مش بحبهم، هاكل حلاوه فيها سمسم، تاكلي سمسم مالكيش في الحلاوه كلي سمسم. في بروتين، فاحنا هناكل نسبه بروتين، تاكلي فراخ سمك، اكتر حاجه حلوه السمك عشان السمك فيها اوميجا 3، كلي مكسرات عشان فيها اوميجا 3. اللبن كمان محتاج فيتامينات، فلازم تاكلي خضار، كلي خضره جرجير وبقدونس والحاجه، الخضروات دي بتساعد على نزول اللبن. مع الحلبه لو انا ماليش في الحلبه ففي اقراص فيها حلبه اشكال والوان، باكيتات بتتحط على اللبن، بونبوني، كبسولات، في كل حاجه تساعدك على ادرار اللبن. بس لو انا خدت الحاجات دي من غير ما اعمل كل الحاجات اللي بقولها لك، ان انت تبقي مستريحه وجسمك مستريح، حاطه البيبي في وضعيه رضاعه صح، بتاكلي صح. يعني انا لو بدي الافرازات يعني بستحس الافراز بتاع اللبن من غير ما ابقى باكل كويس وبشرب كويس، مش هيجي لبن، هينتج منين ما انت بتشربيش؟ ماشي. يا رب اكون فدتكم. وفي طبعا ناس متخصصه في الرضاعه الطبيعيه.